كنت فرحانة إن جوزي بيراعي ربنا في أخته وبيعملها أحسن معاملة. بس مع الوقت اكتشفت إن دي مش علاقة أخ بأخته أبدا، دي علاقة غريبة وتغضب ربنا. أنا بشرى إنسانة وحيدة بمعنى الكلمة. أمي ميتة من وأنا صغيرة، وبابا تقريبا مش عايش معايا نهائي بسبب شغله اللي بيحتاج للسفر طول الوقت. بشوفه كل فين وفين، وهو عشان يريح ضميره بيبعت لي فلوس بالكوم. الفلوس بتعتبر عيلتي الوحيدة. حتى قرايبي بعاد عني بسبب حياتي اللي شايفين إنها ما تنفعش وما تصحش. بس أنا ولا يهمني، ما يهمنيش أي حد، لأن أي حاجة في الدنيا كنت بحتاجها كنت بشتريها بفلوسي في الحال. حتى البني آدمين كنت بشتريهم، أصاحب دي شوية وازهق منها وبعدها صاحب التانية، وهكذا. كنت فاهمة كويس أوي نفوس الناس اللي حواليا، وعارفة إنهم بيحسدوني على العز اللي أنا عايشة فيه. بس أنا عمري ما كنت سعيدة، لأن الحياة عمرها ما كانت فلوس وبس. الحياة الحقيقية أساسها الحب والمودة بين الناس وبعضها، وأنا كنت مفتقدة المشاعر دي من طفولتي. وعشان أشغل وقتي الفاضي كنت بشتغل في شركة دعاية وإعلان، وهناك قابلته وحياتي كلها اتقلبت. حازم زميلي الجديد في الشغل كان إنسان مختلف تماما عن كل اللي أعرفهم. شاب مجتهد جدا وفي حاله، وما بيعملش أي حاجة غير إنه بيشتغل وبس. حسيت بانجذاب رهيب تجاهه، بس هو ولا هنا، مش شايفني أصلا ولا حاسس بوجودي نهائي. وفي يوم قلت لمريم زميلتي: هو إيه النظام بقى؟ حازم ده شايف نفسه قوي كده ليه؟ لقيتها بتقولي: يا بنتي ده بومة، شخص نكدي قوي بصراحة. قلت لها وانا ببص عليه: بس عجبني. قالت لي: معقول بشرى يعجبها البومة ده؟ قلت لها: انا حاسة ناحيته باحساس غريب قوي يا مريم، اول مرة في حياتي احس بيه. مريم بصت لي باستغراب وسكتت. عندها حق، انا فعلا اول مرة اتعلق بحد للدرجة دي، هو مش عارفة ليه. يمكن عشان مش عارفة اوصله، وانا اتعودت ان اللي بيعجبني بيبقى ملكي في الحال. ومن اللحظة دي قررت اني لازم اوصله. انا عايزة حازم وهوصله. وفي يوم استنيته تحت الشغل بعربيتي، واول لما نزل ناديت عليه. قرب مني وقال: خير يا استاذة بشرى، في حاجة؟ قلت له بدلع: ينفع نكون بنشتغل مع بعض كل الفترة دي؟ هو لسه بتقولي يا استاذة؟ رد بأدب وقال لي: ده من باب الاحترام والتقدير يا استاذة. قلت له: لو بتقدرني فعلا توافق على طلبي اللي هطلبه منك. لقيته بيقول لي: لو هقدر مش هتأخر أكيد. اخترعت قصة عشان أقرب منه، وهي إني محتاجة منه مساعدة ضرورية جدا في الشغل، ومش هينفع استنى لبكرة. وطلبت منه نقعد في أي كافيه عشان يفهمني اللي أنا محتاجاه، وطبعا وافق بعد ما حاصرته من كل الاتجاهات. كنت هتجنن من تصرفاته المحترمة الزيادة عن اللزوم. طول القعدة بيتكلم عن الشغل وبس، ومش واخد باله من نظراتي وهوسي بيه اللي كان واضح جدا عليا. وبعد المرة دي وانا كل شوية اتحجج عشان مقابلاتنا تكتر، وكله طبعا بحجة الشغل. وفي كل قعدة ما بينا كنت بحكي له عن حياتي، يمكن يقرب منه. استنيته يحكي هو كمان ويتكلم عن نفسه أي حاجة، بس هو فضل ساكت. سألته وقلت له: طب ايه بقى، مش هتقولي أي حاجة عن حياتك؟ رد بهدوء وقال لي: اعذريني، مش بحب أتكلم عن حياتي الخاصة. اتكسفت قوي بيني وبين نفسي، واتولد جوايا إصرار كبير إن لازم أعرف إيه اللي جواه وليه مخبيه بالشكل ده. وعدت الأيام والشهور على نفس الحال، أنا أقرب وهو زي ما هو، لغاية لما في يوم لقيته جاي الشغل والتوتر واضح جدا على ملامحه. ما كانش مركز نهائي، وكل شوية يجيله تليفون واسمعه وهو بيقول: لازم يكون في حل، كل مرض وله علاج. فهمت إن في حد عزيز عليه مريض بمرض صعب، بس الأصعب لما لقيته بيقول في التليفون: بس أنا مش معايا فلوس العملية دلوقتي غالية عليا قوي. حسيت بوجع كبير قوي في قلبي، معرفش ليه اتوجعت عليه بالشكل ده. معقول أكون حبيته قوي كده؟
وما حسيتش بنفسي غير وانا بقرب منه وبقوله انا ممكن اديلك الفلوس اللي انت عايزها عشان العملية اللي بتتكلم عنها. بصلي باستغراب وقال لي مش فاهم. قلت له انا سمعت كل كلامك وعرفت ان في حد عزيز عليك تعبان. انا ممكن اديلك كل الفلوس اللي انت محتاجها للعملية بس بشرط واحد. رد بذهول وقال لي شرط؟ شرط ايه؟ قلت له بثبات تتجوزني. بصلي بصدمة وقال لي انت مجنونة صح؟ قلت له مجنونة بيك انت، وممكن اعمل اي حاجة مقابل اني ابقى معاك انت. انا بحبك يا حازم وعمري ما حبيت حد بالشكل ده. لقيته قال لي ومين قالك اني مش متجوز؟ مش يمكن اكون متجوز وعندي عيال؟ قلت له يبقى دي الحالة الوحيدة اللي هتخليني ابعد عنك فيها، بس انت مش لابس دبلة ولا عمرك اتكلمت في الموضوع ده. سكت شوية وبعدها قال بثبات طب مش عايزة تعرفي مين الشخص المريض اللي في حياتي وايه هي طبيعة علاقتي بيه يمكن تغيري رأيك؟ قلت له انا سايبك تقول من نفسك لاني اتعودت منك على الغموض. قال لي بحزن فاطمة اختي الوحيدة واللي ماليش في الدنيا غيرها مريضة كبد ولازم تعمل عملية كبيرة في اسرع وقت. قلت له ان شاء الله هتعملها واحنا مع بعض. رد وقال لي بس انا لسه ما كملتش كلامي، انا كمان عندي شرط وهو ان فاطمة اختي هتعيش معانا في نفس البيت ومستحيل استغنى عنها ابدا. وافقت طبعا من غير اي نقاش وروحت البيت اليوم ده وانا طايرة من الفرحة والسعادة. بس كنت شايلة هم بابا، يا ترى هيعمل ايه لما هيعرف اني هتجوز كمان يومين بالظبط؟ وعلى طول اتصلت بيه وقلت له الخبر كده خبط لزق. اتصدم وقال لي انت اتجننتي؟ جواز ايه اللي خلال يومين؟ استني لما اجي عشان اشوفه بنفسي واقيمه. قلت له بكل اصرار تقدر تنزل وتحضر كتب الكتاب وتشوفه بنفسك. بابا انا مش صغيرة وعايشة لوحدي بقالي سنين كتير قوي، وهتجوز حازم يعني هتجوزه، فما تتعبش نفسك على الفاضي. سكت زي كل مرة مع اني كان نفسي قوي احس باهتمامه وخوفه عليا بالذات المرة دي، بس هو قال لي الجملة اللي متعودة اسمعها منه على طول انت حرة يا بشرى. وبعد يومين اتفقت انا وحازم على كل حاجة، هنكتب الكتاب على الضيق، وطبعا مفيش فرح عشان ظروف اخته الصحية، وبعد كتب الكتاب هديله شيك بمبلغ العملية، وهو صمم انه يكتب لي وصل امانة بالمبلغ. وصدقوني انا ما كانش فارق معايا الموضوع نهائي. وجي يوم كتب الكتاب وحازم جه هو والمأذون، سألته على فاطمة اخته وقال لي انها مستنية هناك في شقته، وكتبنا الكتاب وسط معارف بسيطة قوي، وبعدها رحت معاه على شقته وانا طايرة من الفرحة والسعادة. واول لما وصلت لقيت فاطمة في استقبالنا، كان واضح عليها المرض جدا بس رغم كده كانت جميلة قوي، حضنتني وقالت لي بضعف ألف مبروك يا بشرى. قلت لها بحب الله يبارك فيك يا فاطمة، احنا من النهاردة اخوات، انا طول عمري كان نفسي يبقى لي اخت. ابتسمت في هدوء وقالت طب يلا عشان نتعشى كلنا مع بعض. كانت مجهزة سفرة فخمة جدا، وبعد الأكل حازم قال لي انت ممكن تدخلي اوضتك ترتاحي فيها لو تحبي، انا عارف ان اليوم كان متعب بالنسبة لك. اتصدمت من جملته جدا، المفروض ان النهاردة دخلتنا يعني يعملني برقة شوية عن كده، بس قلت مش مشكلة ودخلت فعلا الأوضة عشان أظبط حاجتي، وفضلت قاعدة مستنياه ساعة واتنين وتلاتة بس مفيش صوت خالص. معقولة يكون نسيني؟ ولا هو التجاهل عنده وصل لدرجة انه ينساني يوم دخلتي؟ ما قدرتش استحمل وطلعت اشوفه فين. دورت عليه في البيت كله وفي الاخر لقيته نايم جنب اخته في سريرها، والاتنين رايحين في سابع نومة. رجعت اوضتي وقلت مش مشكلة، اكيد خايف عليها عشان العملية اللي قربت والمفروض اقف جنبه في الوقت ده. والصبح لقيتهم محضرين الفطار وبينادوا عليا، كانوا عاديين جدا ولا كأن حاجة حصلت. فاطمة قالت لي نمتي كويس يا عروسة؟ قلت لها بكسوف على حالي
الحمد لله. حازم قال لي بعد ما أكل بسرعة: أنا نازل، مش هتروح الشغل ولا إيه؟ قلت له باستغراب: نازل يوم صباحيتنا؟ فاطمة بصت لي بنظرات غريبة، بس هو قال لي: معلش يا بشرى، لازم أنزل، عندي كذا مشوار مهمين جدا. قلت له تمام، بس أنا مش هنزل، مفيش عروسة بتروح شغلها يوم صباحيتها يا عريس. قال لي بلا مبالاة: براحتك. هو وصاني على فاطمة ونزل، وأنا قعدت أدردش مع فاطمة في حاجات كتير. سألتها عن أهلهم وعيلتهم، وقالت لي إنهم لوحدهم وملهمش حد نهائي غير بعض. كانت غريبة قوي في تصرفاتها، أوقات تتعصب من غير سبب، وأوقات تانية تبقى هادية جدا. عذرتها عشان حالتها الصحية. وفي آخر اليوم حازم جه، وكان جايب لنا معاه عشاء وتسالي. قعدنا كلنا مع بعض نهزر ونضحك، وحسيت لأول مرة بالدفء العائلي، بالذات في علاقة حازم وفاطمة. كنت بشوف في نظراتهم لبعض حب غريب، كأنهم بيفهموا بعض من النظرة. ولما جه وقت النوم، حازم قال لي نفس كلمة ليلة امبارح، بس المرة دي زود وقال: انتي أكيد مقدرة اني مقدرش أسيب فاطمة لوحدها، بالذات اليومين دول. فهمت قصده، وبصراحة احترمته جدا. معقول لسه في حد في الزمن ده كده؟ وعدت باقي الأيام اللي قبل العملية على الحال ده، طول اليوم وأنا وفاطمة مع بعض. أصل نسيت أقول لكم إني سبت الشغل بعد ما حسيت إني مش محتاجة له. قعدتي مع فاطمة عوضتني عن حاجات كتير جدا، رغم تصرفاتها اللي أحيانا بتكون عجيبة. ولما حازم يرجع من شغله، نتجمع كلنا ونهزر ونضحك، وفي الآخر أدخل أوضتي وأنام لوحدي. وفي مرة حسيت إني قلقانة طول الليل ومش عارفة أنام. قلت أقوم أقعد في البلكونة شوية، ولمحت نور في أوضة فاطمة. هم معقول لسه صاحيين؟ فرحت وقلت كويس، أهو أتسلى معاهم طالما مش جايلي نوم. بس قبل ما أخبط على باب الأوضة، أعصابي اتشلت فجأة من الصدمة، وما كنتش قادرة أتحرك. وده لما سمعت فاطمة بتقول لحازم. ولحد هنا استنوني في الجزء التاني.